هل فول الصويا ومنتجاته بيرفع هرمون الاستروجين وفعلا الرجاله لازم تخاف منه عشان بيقلل التستوستيرون ولا الكلام ده هبل؟ وعشان نعرف اساس الحكايه فالموضوع بدا من زمان بدراسه اتعملت ربطت ما بين فول الصويا وارتفاع الاستروجين اللي هو E1 و E2، وده لانهم لقوا حاجه اسمها الفايتو استروجين موجوده جوه منتجات الصويا، فقال لك خلاص ده بيرفع الاستروجين، لكن في الحقيقه ان الفايتو استروجين ده موجود في اغلبيه الاكل اللي احنا بناكله كل يوم، زي التفاح والعنب والسبانخ كلهم فيهم الفايتو استروجين، فعلى كده بقى كل ده بيرفع لنا هرمون الاستروجين. وفي الحقيقه والاهم ان كل ده اتعمل وتجارب على الفئران، فده ملوش اي علاقه منطقيه بالتجارب على البشر. فالموضوع كان فيه جدل كبير جدا في الوسط العلمي لحد ما جت دراسه في سنه 2020 ميتا اناليسيس قويه جدا ضمت اكتر من 41 دراسه وتجارب علميه على البشر، ووجدوا ان مفيش اي علاقه ما بين منتجات الصويا او فول الصويا وما بين ان هو يرفع لك هرمون الاستروجين او يقلل هرمون التست. ده كمان فول الصويا فيه كميه معادن وفيتامينات قويه جدا، وكل 100 جرام من فول الصويا بيديك 15 جرام من البروتين، يعني بيديك احتياج كويس جدا من مصدر البروتين، وهو في الاول في الاخر نباتي يعني سعره كويس. لكن لو مش عايز توفر وعايز جوده بروتين قويه جدا بسعر مناسب فانصحك بالواي بروتين ايزوليتد من شركه اون، وده ممكن تشتريه من موقع ايفيت ببرومو كود خصم سي ماجد 5 هتاخد احسن خصم فوق الخصم اللي موجود على الويب سايت. اي خدمه يا عم، استخدم الخصم بتاعي واتبسط تعمل فورمه حلوه. سلام.